تشبه الرجال كذا. أستاذة زهية لاقت انتقادات حادة. منذ أن أعلنت السيدة زاهية بن قارة ترشحها رسميا للانتخابات التشريعية المقبلة، حتى وجدت نفسها في مواجهة وابل من الإهانات وسيلا واسعا من التنمر والانتقادات المسيئة. أنا أشوف أسامحهم جميعا وما عندي مشكلة، أسامحهم جميعا. لماذا؟ لأنه في الأخير أنا سأبعث لوحدي وهم سيبعثون لوحدهم، وسعة صدري تسع الجميع بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الأهم من هذا هو أن نربي أنفسنا. لماذا؟ لأنه أنا لا أرى هذه الأمور سليمة في الإنسان. هي من أين جاءت؟ جاءت من ربما تنشئة خاطئة، ربما انحراف في الفطرة الإنسانية. لأنه إذا تنتقد شخص أو إنسان، ضع نفسك في ميزانه وانظر ما قدمت أنت ثم ما قدم هو. هذا أبسط شيء ممكن يدير الإنسان، أنه يوازن بين نفسه وبين من ينتقده. لما يوازن أكيد متأكدة لاشتها ما أعلنهاش سيجد في داخله الإجابة صريحة واضحة. أستاذة تحاول أن تقدم، لا تزكي نفسها، وكلنا يخطئ، كلنا يخطئ ويصيب. السيدة زاهية بن قارة تشغل مديرة مدرسة ثانوية، كما سبق لها أن تولت رئاسة البلدية في مسار جمع بين التربية والممارسات السياسية. لاقت انتقادات حادة، وفي بعض الأحيان نعم لاذعة جدا، خاصة لما يتطرق الإنسان لخلق الله سبحانه وتعالى. تشبه الرجال كذا، أمر من هذا الشكل. أقول لهم فقط: من كان له حيلة فليرنا شطارته مع خلق الله سبحانه وتعالى.